الاسعار للمصريين اغلى من الاجانب؟ يعني ده السؤال اللي بيتسأل دايما. انا قلت، وبرضه حضرتك صحح لي المعلومه، استخدامك للاوتيل غير استخدامه للاوتيل، وتفاصيل كتير من هذا القبيل. وفي الاخر بقول لهم القيمه السعريه هنا بالدولار والقيمه السعريه هنا بالجنيه، فبالتالي بتكون متساويه. يا ريت حضرتك توصلها بقى يعني بشكل الادق. لا بص، انا عايز اقول الاجانب بيجوا في مجموعات، بالظبط. وبالتالي انا لما باجي احجز في الفندق باخد سعر المجموعه. سعر المجموعه دايما بيبقى اقل بكتير من ان انا ابيع فرداني او الغرفه انديفيدوال لوحدها. فبالتالي المجموعه خدت بسعر اقل. نمره اتنين، الاجانب ليهم طريقه في يعني تحديد الرحله بتاعتهم من بدري. يعني بيجي قبليها مثلا بشهرين ثلاثة أو أكتر ويقول 4 أنا 5 ويقول أنا عايز العطلة آجي تاني. الفلانية اللي هتبقى من يوم كذا ليوم كذا، أنا هروح أتفسح في مصر، هتروح لشركة سياحة بتبتدي تحجز له، فبياخد بسعر حلو ومناسب لأنه هو بدري عن الميعاد. المشكلة عندنا في مصر أولا إن إحنا ما بنطلعش في مجموعات سياحية، وبنطلع كأسر بس. بس الثقافة دي يعني نوعا ما اختلفت، ان هم على بقوا حسب المستوى الاجتماعي للأسر المصرية. يعني مش هتلاقي اختلاف كبير بالنسبة للمستويات الاجتماعية الأعلى شوية، لأن هم بيمشوا بنفس الفكرة بتاعة الأجانب إلى حد ما، مش بشكل كامل. بيقدر يحدد يقول أنا هطلع أصيف من الفترة كذا لفترة كذا، خد أجازته، بدأ يتصل بشركة السياحة، بدأت هي بتحطه مع مجموعة سياحية بتجمعهم مع بعض، وبيطلعوا بسعر برضو رخيص مش غالي. لكن المشكلة عندنا ان احنا بنتفاجئ ان العيد بكرة الصبح، بنتفاجئ انه الصيف جه بكرة. طب احنا يعني لازم يبقى في عندنا التخطيط بتاعنا عشان اقدر كمان ان انا احط اتجاه او مستوى الرحلة بتاعتي، بحيث ان انا احدد المكان، احدد مكان الاقامة، مدة الرحلة بتاعتي، الاكل بتاعي لازم ابقى متابع. هل انا يعني بالفطار بس وهبتدي ارتب انا اموري بالنسبه للغداء والعشاء، ولا هاخد هاف بورد فطار وعشاء، ولا هاخدها اول تفاصيل انكلوسيف؟ كتير جدا لازم لازم ابقى انا هو عارفها. يعني طبعا. يبقى عارفها. وميرسي جدا ليك.